والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا تبارك وتعالى بين في القرآن العظيم أن هذا الكتاب وهذا القرآن هو مبارك كده، كتاب أنزلناه مبارك، وبين أن القرآن والكتاب هذا يخرج الناس من الظلمات إلى النور. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات ولكن بإذن مين؟ بإذن ربك. وهذا الكتاب أنزل يقينا على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ربنا تبارك وتعالى على جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأفضل الناس في الدنيا هم حفاظ القرآن، أفضل الناس، لأنهم هم الذين حفظوا ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان أشد شيء على النبي حزنا في غزوة أحد أما قتل في الغزوة واستشهد 70 واحد من حفاظ القرآن. كانت دي أشد حاجة على النبي، إن ناس تموت من حفظة القرآن الكريم. لذلك بعدها الصحابة تفطنوا بدأوا يجمعوا القرآن عشان القرآن لا يضيع بين الناس، لأن القرآن ما كانش مكتوب في مصحف زي المصاحف اللي في ايديكوا دي. القرآن كان مكتوب على جريد النخل ومحفوظ في صدور الرجال، اللي حافظ آية واللي حافظ آيتين واللي حافظ سورة واللي حافظ سورتين. والقرآن دي يا أولاد مش دي كله كلام ربنا، القرآن دي من كلام الله. القرآن دي منين؟ لذلك يوم أن أنزلت سورة الأحزاب كانت أطول من سورة البقرة، ولكن ربنا نسخ فيها عشان إيه؟ يخفف علينا. وزي ما قلت لكم حفظة القرآن هم أفضل الناس على وجه الأرض بعد الأنبياء، لأنهم حفاظ الشريعة وحفاظ الدين. بس الشيء اللي هو بيقابلنا من الأولاد الحفاظ إن هم بينسوا، بيجي علينا وقت كأطفال أو فتيات بينسوا إنهم حفظوا القرآن، فيشوفوا شيء يغضبنا بيزعلنا. تلاقي واحد خاتم القرآن والناس بتصلي العصر واحنا في المسجد وبيلعب بره في الشارع. فلازم القرآن دي يكون عمل. يعني انا ما اقراش القرآن حروف بس بقرا، او معذرة بنطق زي البغبغاء بقرا حروف وانا حافظ الحروف، لا. ما بقراش في اليوم 5 أجزاء للي ختم القرآن، ولا بختم القرآن كل اسبوع مرة وانا مش عارف الايات بتقول ايه. واضرب صور يحفظها الصغير والكبير، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ايه؟ وانا عمال اقراها بالليل وبالنهار ولا يأذن المؤذن وانا ما صليت. ده ربنا قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالقرآن لازم يكون ايه؟ يكون عمل. يعني ايه؟ ما اقراش بس، اقرا ونفذ. لذلك لما ربنا مدح العمل اللي الناس بتعمل الخير، ما مدحش كتر العمل. قال إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، ولا قال إيه؟ من أحسن إيه؟ عملا. أحسن يعني ممكن واحد يقرأ 5 أجزاء بس ما بينفذش، يقرأ كده ممكن واحد قارئ جزء يجي يروح في يسمع له الجزء اللي ما يغلطش فيه ولا غلط. واحد قرأ 5 أجزاء يقرأ آية يغلط في الثانية. أيهما أفضل؟ من أحسن ولا من أكثر؟ من أحسن كده. فشرف لكم انكم تحفظوا القرآن، وشرف لنا ان احنا قاعدين مع جيل بيحفظ القرآن
قلنا جمع الإخوة جزاهم الله خيرا، الشيخ شوقي والقائمين على الجمعية، إن يساعدوا في تخصيصكم بالقرآن الكريم. بس عاوزين إيه؟ عاوزين يعني أكثر. يعني إيه أكثر؟ يعني اللي ختم القرآن مش عاوزين نتوقف على ختم القرآن، يعني مش ختم بس، يعني ختم، تجويد، مراجعة، اهتمام، عمل بالقرآن. تتخيل انت وانت ماسك المصحف بتكلم ربنا، ايه يكون شعورك؟ انت بتتخيل وانت ماسك المصحف انت بتقرأ الكلام اللي انزل على قلب محمد، طب ايه فرحتك؟ فتيجي تختم القرآن وحفظت، وبعد شهر 2 فين اللي ختم القرآن؟ فين حذيفة؟ فين محمد؟ فين الثاني؟ فين الثالث؟ مش موجود. بعد 2 3 ده نسي القرآن. طب ايه اللي احنا عملناه؟ ولا حاجة. لو وصلنا للدرجة دي ما عملناش حاجة. انما العبرة انك تعاهد القرآن. يعني ايه عاهد القرآن؟ يعني اتابع القرآن زي ما وصلنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. شفت الإبل لما تكون صاحبها رابطها كده، أعزكم الله، جمل كده صاحبه ربطه ولا حطه قدامه أكل ولا شرب، لو فلت هيرجع تاني؟ انت لو سبت القرآن وفلت منك مش هترجع تاني، هتندم. بعد كده لما تلاقي حفظ القرآن تقول انا كان جه عليا وقت كنت بحفظ مع الولد ده، كنا نحفظه مع بعض، بس هو حافظ على القرآن وانا ما حافظش. احنا بنقوله كده لبعض، احنا كزمايل وكان معانا ناس بيحفظوا القرآن، احنا بنقوله كده لبعض، نقوله يجي واحد يقول لك انا كنا بنحفظه مع بعض، بس انت يا بختك حافظت على القرآن وانا ما حافظتش عليه، وهكذا. حتى الواحد بيفتخر اما يتلاقي واحد بلغ من الحفظ ما بلغ، ومن المراجعة ومن الاهتمام ومن القراءات، الواحد بيفتخر اللي كان بيوجهه. الواحد يقول لك يعني الشيخ حمادة ده انا كنت بوجهه للحفظ كده. ليه؟ لان انا خدت اجر ان انا وجهت حمادة. افتكر الحياة دي انت عملت خير. ادي مثلا اقعد مع مثلا مع الشيخ احمد رأفت، اقول له فاكر الشيخ احمد لما كنت اقول لك حافظ على القرآن، انت وصلت بقى لدرجة اعلى مني، وانا اللي كنت بدفعك الحفظ وابقى مبسوط. فكل واحد منكم يدفع اخوه. يعني ايه؟ يعني انا لقيت اختي او اخويا تكاسل، انا نفسي من غير ما الشيخ يقول لي اقول له انت ترجيش ليه؟ انت بترجعيش زي الاول ليه تكاسلتي؟ يلا نسمعوا مع بعض. ربنا قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض اللي ايه؟ لهدمت ولفسدت الارض. يبقى هو سنة الدفع اللي كل واحد يدفع ايه؟ اخوه الخير. يا ولاد اياكم ان تنسوا القرآن. اوعى تنسى، زود الحفظ، اوعى تنسى ايه؟ وراجع. القرآن سهل، اوعى حد يقول لك ده القرآن حفظه صعب، لا. ربنا ذكر في سورة القمر 4 مرات ولقد يسرنا القرآن ايه؟ فهل من مدكر؟ 4 مرات ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ 4 مرات ربنا يسره. ربنا يسر القرآن ويكفيك فخر ان تأتي يوم القيامة يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل. يبقى الناس كلهم كده في ايه؟ واقفين كده وتدنو الشمس من الرؤوس، وكل واحد بيدور على حسنة، وانت ينادي منادي اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. كنت تقرأ في الدنيا، طب اقرأ فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. تفضل كل ما تقرأ ترتفع درجة، ترتفع لحد آخر حفظ. وكمان بيتوج أبوك وأمك بتاج عشان حفظك انت ايه؟ للقرآن.
ده اكتر من كده، من اكرام الله زي ما النبي قال، من اكرام الله اكرام اهل القرآن. شوف الفخر. يعني لما واحد يكرمك انت عشان انت حافظ القرآن كأنه بيكرم ربنا. من اكرام الله اكرام حفظة القرآن. فانت يا ولاد حافظة القرآن، اهتمام لحافظ جزء 2 5 10، لا احنا عاوزين المزيد. اللي ختم القرآن ربنا يبارك فيه، اياك ان تنسى المراجعة، المواظبة، الحفظ اكتر. انا بسمع مع الشيخ، ختمت القرآن وسمعت النهارده جزء غلطت فيه خمس اخطاء. المفروض انا ادي الختمة اللي بعديها الجزء دي اغلط فيه غلطتين، الختمة اللي بعدها غلطة ختمة، وهكذا. خلاص يا ولاد، ربنا يتقبل منا ومنكم ان شاء الله صالح الاعمال، وربنا يجوكم ان شاء الله تبارك وتعالى. واحنا الشيخ شوقي عامل بعض الجوائز كده البسيطه كده. طبعا مهما نعمله جوائز ما تليش الحفظ القرآن حتى لو خد ما اخذ من الدنيا، ولكن يكفيه فخر انه بيكرم انه حافظ القرآن ولو بالكلمة. يكفيه فخر انه بيكرم انه حافظ القرآن ولو بالكلمة الواحدة. وربنا يتقبل منكم ان شاء الله، وربنا يجوركم وجزاكم الله خير. على المستوى الأول قرآن كله. عائشة ماهر جميل. المركز الأول 93.5%، ده التسجيل والصوت. اتفضلي عليه. الشيخ بسم الله ما شاء الله. الطرف الثاني ذلك نصر محمد 82%. الطرف الثالث محمد محمود ثابت 81%. القرآن كله؟ القرآن كله. بسم الله ما شاء الله. المستوى الثاني نصف القرآن. فاطمة صالح نعمان المركز الأول 82%. شهادة تكبير الثاني. يلا يا فاطمة. المركز الثاني شفاء محمد عمرو. محمد عمرو 81%. شهادة تكبير. صديق الجواز. كلهم بنات ولا ايه؟ ماشي. الفائدة الثالثة آية محمود ثابت 63%. المركز الرابع في القرآن أسماء محمود أحمد سمير. كده أسماء محمود. بعد كده المستوى الثالث 10 أجزاء. الفائز الأول أحمد شعبان رجب 79%. الفائز الثاني سارة سراجي 76%. جناد أبو زيد الفائز الثالث 75%. الفائز الرابع في العشر أجزاء محمد ناصر محمد 68%. الفائز الخامس في العشر أجزاء برهان حمدان أمين 68%. برضه بالمال المتفوق المستوى الرابع ربع القرآن عبد الحميد صلاح عبد الحميد 94%. الفائز الثاني ربع القرآن أحمد إبراهيم رازق 3%. الفائدة الثالثة أسماء ماهر جميل 88%.
اسمها بيت. ان شاء الله عليك يا سيدي. الفائدة الرابعة آلاء علي حامد 6%. يلا يا آلاء. الفائدة الخامسة سارة عاطف عبد الفتاح 65%. المستوى الخامس 5 أجزاء. الفائد الأول محمد شعبان رجب 95%. الفائد الثاني أحمد عبد الفتاح وفد 93%. 5 أجزاء. الفائد الثالث هاجر طاهر شن 92%. الفائد الرابع يمنى أحمد عطية. الفائد الخامس هاجر عطا بالفتاة 79%. يمنى أحمد عطية مش السلام من على أبوه. الفائد الثالث بسمع عبد المنعم محمد مسلم. المستوى الثالث 3 أجزاء أحمد السيد الشحات 92%. الفائد الثاني محمد صلاح حسن. محمد صلاح فضل كلامنا لأبوه. الفائد الثالث نادية محمد عمرو. بسمع عبد العنصر واخدينها قصة ولا ايه؟ الفائد الرابع يوسف سراج الدين 83%. الفائد الخامس إيمان أبو زيد عطا 81%. الثالث محمد وحيد شد 81%. السابع أحمد عبد عطا 78%. الثامن شيماء فتحي عبد الرحمن 75%. التاسع فاطمة ناصر محمد أين هي؟ 71%. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. العاشر فاطمة شريف تاج 68%. المستوى السابع اثنين محمد رضا السيد 94%. الثاني مودة السيد العياشي 92%. الثالث عمر علي هارون 91%. الرابع احمد جميل عبد العظيم 91%. الخامس سمر احمد السيد 90%. الثالث محمد مسعود سليم 90%. خمس بره. السابع شيماء ابو زيد عاطف 85%. الثامن فاطمة ماهر جميل 84.5%. التاسع أبرار السيد أبو الغيث 84%. التاسع شيماء رمضان أبروان 82%. العاشر سمر ممدوح 77%. سمر ممدوح. الحادي عشر محمد يحيى وفد 74%. المستوى الثامن جزء واحد هلال سمير ربيع 93.5%. رحمة رضا شعبان
87. كده شعبان يا عبد الغفار. سلامين على ابوك يا رحمة. قولوا الشيخ حمدان السلام عليكم. ربنا يبارك فيك يا رب. كده عايزين نصلح احسن من كده، واللي خاتم يكون معاه قراءة السنة الجاية، واللي ما ختمش يكون ختم، واللي ماشي ما شاء الله. محمد ما شاء الله. ما بروش. ما شاء الله. ربنا يبارك فيك. اتفضل يا رباعي يلا شباب. خد بقى الشباب كله تيجي كله يعني الصف ده ما بيخش هنا، الصف ده بيخش هنا. يعني